يا صباح الورد. في الحر ده تعالوا نعمل حبة أفكار لعصاير مفيدة ولذيذة. هنبتدي بالبرتقال، هنجيبه نقشره ونقطعه شرايح ونحط معاه جزرتين، ننزل بيهم في المية معاهم كوباية من السكر، ممكن تزودي أو تنقصي السكر، وننزل ونرفعهم على النار لمدة 10 دقايق. بالخطوة دي أنا بدبل الفاكهة معايا وبخليني أخد كل الفايدة اللي فيها بمنتهى السهولة. يا دوبك بس المية تسخن معايا وتبقى لونها هيتغير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هنزل بالكمية في الخلاط وهضربها، وبمنتهى السهولة هتلاقيها بتتضرب معاكي حلوة قوي، وهتعصريها متاخدش معاكي اي وقت ولا مجهود غير ما تضربي البرتقال وهو لسه ني. بياخد معاكي وقت في العصر جامد، لكن هتشوفوا دلوقتي ان هو هيتصفى معاكي بمنتهى السهولة، وهتبقي واخدة منه عصير مركز وطعمه حكاية. هنصفيها كده بالطريقة دي، اللي يحب ان هو يكتفي بالتصفية لأول مرة كده الطعم حلو جدا، واللي بيحب ان هو يصفيه اكتر ممكن ينزله من مصفى اضيق شوية، هيبقى متصفي معاه جامد جدا ومفيهوش اي شوب وطعمه تحفة. تاني نوع من العصير وهو الفراولة، هنزود لها واحدة بنجر، دي هتديها قيمة غذائية اعلى ولون احلى. هننزل طبعا بالكلام ده كله مع حبة مية ومقدار السكر اللي انت بتحبيه على النار لمدة 10 دقايق برضو، يا دوبك بس المية لونها بيتغير والفاكهة بلاقيها دبلت معايا كده، لكن ما اتهرتش وما استوتش. انا يا دوبك بس دبلتها شوية عشان اعصرها بمنتهى السهولة واخد منها كل القيمة الغذائية بمنتهى البساطة. عصرنا كده، بص اللون معايا ما شاء الله، لون الفراولة تحفة، والبنجر على فكرة مش باين خالص. وبكده حضرت معانا البرتقال والفراولة. تعالوا لتالت نوع وهو الكركديه، وهو بقى بيبقى احلى عصير في الصيف. بعد ما غسلناه حلو وسبناه ينشف شوية، هننزل عليه مقدار من السكر. هو الكركديه بيحب سكر كتير شوية، وهنزلهم على النار لحد ما يغلي تماما ويبقى اللون كده. انا بحب الكركديه يبقى تقيل شوية، طعمه بيبقى احلى. بعد ما لو حسينا ان هو عايز سكر تاني نبتدي نضيفله بس وهو سخن عشان السكر يدوب معايا بسهولة. اخر نوع معانا من العصير وهو الصوبيا، بيبقى مفيد قوي وطعمه حلو جدا في الصيف. هننزله كوبايتين من اللبن معاهم كوبايتين من المية معاهم 4 معالق صوبيا و4 معالق من السكر، ونضربهم حلو جدا. وبكده هنكون خلصنا 4 انواع من العصير، بجد كلهم احلى من بعض، مفيدين جدا، وهتستمتعي بيهم انت وكل حبايبك. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش لايك وشير. مع السلامة.